أصدقائي المصريين، من زمان وإحنا عارفين إن حضارتنا حضارة عظيمة، ونعرف كمان إن الثقافة المصرية قدرت تستوعب كل الثقافات الجديدة، وقدرت كمان تعلم العالم. بداية من النهاردة هندور على الأصل، أصل الكلمة، أصل العلم، وأصل السلوك. هنعرف أثر الحضارة المصرية علينا وعلى العالم من خلال برنامجنا الأصل. هنشوف لأي درجة إحنا محتفظين بجذورنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا من أصل مصري قديم. الأصل مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. أصدقائي المصريين، كالعادة قعدنا ندور ونقلب ونشوف ونتفاجئ بالحاجات اللي أجدادنا كانوا متميزين فيها وسبقوا العالم في اكتشافها واستخدامها، وكانوا هم طبعاً الأصل فيها. قد إيه كانوا عباقرة وقدروا يضيفوا للعالم، واستفادت منهم كل الحضارات القديمة اللي كانت موجودة زمان. الكتابة. المصريين القدماء اخترعوا الكتابة قبل سنة 3200 قبل الميلاد. عملوا ساعتها حوالي 500 رمز كانوا أصل الكتابة الهيروغليفية، وده كان أول نظام كتابة في التاريخ. بعد كده ظهرت الكتابة الآشورية في العراق، وفي الآخر عمل الصينيين شكل الكتابة المنظم حوالي سنة 1200 قبل الميلاد. عندك مثلاً التقويم الشمسي. المصريين اكتشفوا التقويم الشمسي من أكتر من 4000 سنة قبل الميلاد، وساعتها قسموا السنة ل 12 شهر، وكل شهر 30 يوم. وبعد كده سنة 238 قبل الميلاد أضافوا 5 أيام على التقويم في السنة العادية، وكمان خدوا بالهم من السنة الكبيسة وبقوا يزودوا يوم كمان على ال5 كل 4 سنين. والشهور المصرية دي لسه بيعتمد عليها الفلاحين في الزراعة، وهي توت، بابا، هاتور، كياك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودا، بشنس، باؤونة، أبيب، مصري، والشهر الأخير النسيء أو الشهر الصغير. كنتم مع الأصل مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.